حلقة خارج التوقعات، حلقة ملهاش زي، حلقة غريبة من نوعها، حلقة فيها أخبار محتاجة دراسة، حلقة فيها أخبار محتاجة نبص فيها ونبحثها. قبل ما نبدأ حلقتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدوا حبايبي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو مو مادة. معاك أخوكم محمد محسن. قبل ما نبدأ حلقتنا مش عايز أفكرك، فضل الله ليس أمرا، عايزين نوصل الفيديو ده لأعلى نسبة مشاهدة. ولو الحلقة وصلت لك ما تنساش تعمل لايك للحلقة دعما لحبيبك أخوك محمد محسن. ولو أنت مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي أشرف الخلق أجمعين. وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدأ حلقتنا. ماس للمعلول، كورة لعلي، 86 دقيقة. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن. زي ما قلت لحضرتك، حلقة خارج التوقعات، حلقة أخبارها محتاجة تدرس، حلقة أخبارها غريبة من نوعها. وأول خبر عندنا النهاردة إن رسميا صحيفة ماركا الأسبانية بتعلن انضمام كريستيانو رونالدو الأعظم في التاريخ لنادي النصر السعودي، وذلك لمدة موسمين ونصف ابتداء من يناير اللي جاي، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد، كأعلى عقد في التاريخ. أعلى عقد في تاريخ كرة القدم منذ إنشائها للاعب إنه يحصل في الموسم الواحد على 200 مليون يورو. طبعا ده الأعظم في التاريخ كريستيانو رونالدو. بس هل أفضل لكريستيانو إن هو ينهي مسيرته العظيمة اللي ليس لها مثيل، اللي محدش تقريبا هيكررها تاني؟ هل من مصلحة كريستيانو إنه ينهي مسيرته دي في نادي عربي؟ هل من مصلحة كريستيانو إنه بعد ريال مدريد ومانشستر ويوفنتوس والنجاحات اللي حققها والإنجازات والأرقام التاريخية اللي محدش هيكررها تاني، من مصلحة كريستيانو إن هو ينهي حياته في نادي زي نادي النصر السعودي؟ طبعا كل التقدير والاحترام لنادي النصر السعودي. الفكرة مش في نادي النصر السعودي على قد ما الفكرة في قيمة كريستيانو رونالدو كلاعب كرة أو كأعظم لاعب في التاريخ. كلنا شفنا أعظم اللعيبة اللي نهت حياتها في الدوريات العربية من ساعة ما راح الدوري، سواء أيا كان بيتنسي، ما بيبقاش موجود على الساحة. طب هل كريستيانو رايح نادي النصر السعودي من أجل الفلوس؟ كريستيانو مش محتاج فلوس. طبعا يعني هنفكر مع بعض نقول كده، كريستيانو ايه اللي هيوديه نادي زي نادي النصر السعودي؟ هل في طموحات في نادي النصر السعودي كريستيانو محتاج يحققها؟ كريستيانو وصل لطموحات وحقق طموحات مفيش حد هيحققها اصلا، يتوقع له الفوز بكاس العالم مع منتخب البرتغال. طب كريستيانو رايح ليه؟ من وجهة نظري كريستيانو رونالدو رايح نادي النصر السعودي علشان كريستيانو رونالدو لسه مازال عنده شغف الشاب اللي عنده 17 سنة. كريستيانو رونالدو لسه عنده الطموح بتاع الشاب اللي عنده 17 سنة. كريستيانو رونالدو مهما عدى بيه العمر ومهما كبر ومهما سنه اتقدم، دايما عنده الشغف، دايما عنده الحماس، دايما عنده الإرادة. وده اللي مميزه عن باقي اللاعبين في الجيل بتاعه. اللي مميز كريستيانو رونالدو عن أي حد تاني إن كريستيانو رونالدو دايما عنده الشغف. إن كريستيانو رونالدو لا رغم السقطات اللي بيقع فيها والرغم الانتقادات اللي بتتوجه له، كريستيانو رونالدو دايما بيكسر الانتقادات، دايما بيواجه الانتقادات اللي بتتوجه له، وبيثبت للجميع انه دايما هو الاحق ودايما هو الافضل، دايما هو التاريخ. كريستيانو رونالدو التاريخ. فطبعا بالنسبه لي كعاشق لكريستيانو رونالدو ما كنتش اتمنى ان مسيره كريستيانو رونالدو تنتهي في نادي زي نادي النصر السعودي، مع كامل الاحترام لنادي النصر. ولكن عن صحيفة ماركا الأسبانية أعلنت إن كريستيانو رونالدو خلاص مع نادي النصر السعودي ابتداء من يناير الجاي. يا ترى الخبر حقيقي؟ يا ترى الخبر هيتنفذ؟ يا ترى هنشوف فعلا كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض طبعا الفترة اللي جاية. وزي ما قلنا في بداية الحلقة إن الحلقة خارج التوقعات. نادي سيلتيك الاسكتلندي رسميا يفاوض النادي الأهلي للاستفادة من خدمات لاعب خط وسط النادي الأهلي محمد مجدي قفشة. عظيم. ولكن الأعظم من كده المبلغ والمقابل المادي اللي معروض على النادي الأهلي. معروض على النادي الأهلي من نادي سيلتيك الاسكتلندي علشان يضموا محمد مجدي قفشة مبلغ 5 مليون يورو. طبعا هتقولي 5 مليون يورو ده رقم ضعيف جدا في سوق الانتقالات الأوروبية.
اقول لك هو في سوق الانتقالات الاوروبيه هو مبلغ ضعيف جدا، ولكن ال5 مليون يورو بيعادلوا ما يقارب من 130 مليون جنيه مصري. فده رقم غير طبيعي طبعا في سوق الانتقالات المصريه والمحليه. فلو طبعا الصفقه دي اتنفذت هيكون في مصلحه النادي الاهلي ان هو هيدخل عائد مادي كويس جدا في خزينه النادي. تاني حاجه في مصلحه محمد مجدي قفشه جدا جدا جدا. اولا علشان هو لسه سنه صغير فهيكون عنده فرصه ان هو يظهر، ولو ظهر هناك ممكن نلاقي محمد صلاح تاني افضل لمحمد مجدي قفشه. الاحتراف طبعا احسن لاي لعيب. شفنا محمد صلاح، شفنا تريزيجيه، شفنا حجازي، شفنا ناس كتير قوي من الدوري المصري ظهرت ولمعت في الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه. فطبيعي من مصلحه محمد مجدي قفشه ان هو يخوض تجربه الاحتراف من دلوقتي في السن الصغير دوت، وخصوصا ان المقابل المادي اللي جاي للنادي الاهلي ما يقرب من 130 مليون جنيه، وده رقم تقريبا ما اتعرضش في لاعب داخل جدران النادي الاهلي قبل كده. ونتمنى الصفقه تتم من مصلحه النادي ولمصلحه محمد مجدي قفشه. ولكن طبعا كلنا عارفين ان مارسيل كولر مصمم انه ما يستغناش عن اي لاعب من اللعيبه خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. فهل مارسيل كولر هيوافق على انتقال محمد مجدي قفشه لنادي سيلتيك الاسكتلندي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض الفتره اللي جايه. برونو سافيو لاعب الجوله الخامسه بالدوري المصري باستفتاء الجمهور. طبعا كلنا عرفنا من بدايه الموسم ان لاعب الجوله هيتم اختياره عن طريق استفتاء الجمهور. جميل. الفتره اللي فاتت كنا بنسمع نغمه كده غريبه شويه ان شعبيه نادي الزمالك هي الاعظم في الوطن العربي، او شعبيه نادي الزمالك اعظم من شعبيه النادي الاهلي في الوطن العربي. حلو. فانت لما تكون شعبيتك اعظم مني في الوطن العربي هخش معاك استفتاء انت هتكسبه، لان انت شعبيتك اكتر مني في الوطن العربي. جميل جدا. الاستفتاء اللي بيحصل ده استفتاء جماهيري مش متحدد له دوله. حلو جدا. برونو سافيو خد لاعب الجوله الخامسه في الدوري المصري بنسبه كام في الميه؟ هقول لك الرقم وما تتصدمش لان ده طبيعي، وده اللي احنا بنقوله ان النادي الاهلي بيتكلم بالارقام. النادي الاهلي ما بيتكلمش وخلاص. النادي الاهلي مفيش حاجه بتخرج منه غير لما تكون موثوق منها 100%. برونو سافيو بيفوز بافضل لاعب في الجوله الخامسه بنسبه 96%. لك ان تتخيل النسبه. مين بيجي بعديه بقى؟ بيجي بعديه من نادي الزمالك الاكثر شعبيه في الوطن العربي، لاعب نادي الزمالك امام عاشور، واللي بيحصل على نسبه 3%. وفي لاعب من غزل المحله حصل على 1%. فطبعا باين جدا من استفتاء افضل لاعب في الجوله مين شعبيته اكتر، وده اللي احنا بنقوله ان طبيعي شعبيه نادي الزمالك اكتر من شعبيه النادي الاهلي. علشان كده برونو سافيو بيحصل على 96% كافضل لاعب في الجوله الخامسه في الدوري المصري. ومش هنتكلم كتير، يعني مفيش كلام كتير نقوله لان النسبه يعني مفيهاش كلام، يعني مفيش كلام نقوله. هنتكلم في ايه؟ يعني عارف لو النسبه 50-45، لو النسبه 30-30، يعني لو في اي كلام ممكن نتكلم عن هنتكلم في ايه؟ في لاعب بيحصل على افضل لاعب في الجوله بنسبه 96% بتصويت الجمهور. اظن انا مش محتاج اقول مين اللي شعبيته اكثر على الوطن العربي. هي باينه وواضحه وصريحه. النادي الاهلي دايما بيرد بافعال. النادي الاهلي مش بتاع كلام. النادي الاهلي افعاله سابقاه، ودي عاده النادي الاهلي وده الطبيعي في النادي الاهلي. وبنكمل اخبارنا السعيده بفوز سيدات طايره الاهلي على سيدات طايره الزمالك بنتيجه 3-1 في الاشواط. اكتساح لسيدات طايره الاهلي. سيدات طايره الاهلي دايما بيكونوا في الميعاد. سيدات طايره الاهلي دايما بيكونوا قد الثقه اللي بياخدوها من الجمهور. سيدات طايره الاهلي وخصوصا بعد الفتره اللي فاتت شفنا لعيبه كتير جدا من سيدات الاهلي انتقلوا لنادي الزمالك، منهم مريم متولي، منهم فريده العسقلاني، منهم بنت كابتن هناء حمزه مش متذكر اسمها. طبعا نادي الزمالك حصل على خدمات اللاعبات دي على اساس ان هو طبعا هيجابه النادي الاهلي في الطايره سيدات، ولكن لا صوته يعلي فوق صوت الاهلي. خد اللي انت عايزه، خد اللعيبه اللي نفسك فيها، خد ما تشتهي اللي نفسك فيه اعمله، ولكن صوت الاهلي
دايما هو اللي بيفرض نفسه، ولكن كلمة الاهلي دايما هي اللي بتتفرض. النادي الاهلي وسيدات الاهلي وسيدات طايرة الاهلي بيحققوا انتصار ساحق على سيدات الزمالك بالفوز بنتيجة 3-1 في الاشواط. وده طبيعي برضو، هنقول مرة واثنين وثلاثة، دي عادة النادي الاهلي ودي طبيعة النادي الاهلي. ما تقفش قدام القطر، اوعى تقف قدام القطر. هتاخد لعيب، هتاخد اتنين، هتاخد تلاتة. الاهلي هو الكيان، الاهلي فوق الجميع، الاهلي هو اللي عشانه بيتعمل، الاهلي ما بيعملش علشان حد. ومن اخبارنا السعيدة لخبر حزين جدا على جماهير النادي الاهلي، ان رسميا اعلن اصابة طاهر محمد طاهر بجزع في الرباط الداخلي للركبة. طبعا خبر حزين جدا على جماهير النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر شايفينه من بداية الموسم متألق، بدنيا حاضر، ذهنيا حاضر، بيفارق مع الفريق كويس جدا، بتطور مستواه، اتطور بطريقة غير طبيعية مع مارسيل كولر. طبعا بإصابة طاهر محمد طاهر النادي الأهلي بيفقد خدماته وبيفقد عنصر مهم جدا في تشكيل الفريق، ولكن النادي الأهلي ما بيقفش على حد. النادي الأهلي مش لعيب زي ما قلنا، النادي الأهلي فوق الجميع. ولكن نتمنى الشفاء العاجل طبعا لطاهر محمد طاهر اللي مش هيلحق مباراة النادي الأهلي قدام غزل المحلة اللي مقرر ليها إقامتها يوم الأربعاء القادم بأمر الله. وإن شاء الله في لعيبة كتير جدا تعوض غياب طاهر محمد طاهر، وطبعا بنتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا لأرض الملاعب تدعيما لتشكيل النادي الأهلي، وإن شاء الله عشان الدوري السنة دي يكون أهلاوي. آخر حاجة معانا بقى رابطة الأندية. رابطة الأندية وكابتن عامر حسين اللي صرح وقال لن نوقع عقوبات على جمهور الزمالك بسبب تكسير كراسي ملعب برج العرب، وقال ان لم يقع شغب من جماهير نادي الزمالك ولكن كان مجرد حماس جماهيري في التشجيع. زي ما حضراتكم شايفينه قدامكم في الصورة كده، دي كراسي استاد برج العرب، كراسي استاد برج العرب اللي دغدغت حرفيا. كراسي استاد برج العرب اللي عمل فيها كده جماهير النادي الزمالك، وده كان في اخر مباراة لنادي الزمالك امام النادي المصري واللي اتعدوا فيها بنتيجة 2-2. كابتن عامر حسين بيثبت ان النادي الاهلي هو نادي الدولة. كابتن عامر حسين بتصريحه اللي قاله ورابطة الاندية بقرارها قصاد افعال نادي الزمالك وافعال جماهير نادي الزمالك يثبت فعليا ان النادي الاهلي هو نادي الدولة. النادي الاهلي اللي جماهيره اتوقفت في ماتش الداخلية، النادي الاهلي اللي جماهيره اتوقفت في ماتش النادي الاهلي قصاد نادي الزمالك في كرة السلة. مستنيين ايه بعد تصريح زي تصريح كابتن عامر حسين؟ ان اللي حصل ما هو الا حماس تشجيعي. معنى كده ان انا لما اجيب جون في الدقيقة 90 وانا مستني ان انا اكسب ادغدغ الملعب، ادغدغ الكراسي، على كده بقى جماهير الاسماعيلي تدغدغ، جماهير الاهلي تدغدغ، جماهير الزمالك تدغدغ، ويلا فوضى. تصريح غير موفق من كابتن عامر حسين وقرار ظالم وغير موفق من رابطة الأندية. رابطة الأندية اللي بتعلن رسميا كده إن نادي الزمالك هو نادي الدولة. رابطة الأندية اللي من الواضح إن هي بتاكل. رابطة الأندية اللي من الواضح إن هي مع نادي الزمالك قلبا وقالبا. دلوقتي جماهير النادي الأهلي اتوقفت في ماتش الداخلية، والسبب اللي اتقال إن جماهير النادي الأهلي قالت ألفاظ خارجة. ده سبب ايقاف مشجعين النادي الاهلي في ماتش الداخليه، وده كان السبب لايقاف جماهير النادي الاهلي في مباراه النادي الاهلي امام نادي الزمالك في السله. ولكن لما جماهير نادي الزمالك تكسر كراسي الملعب نقول عليها ده مجرد حماس تشجيعي. خلاص كل واحد عنده حماس تشجيعي، كسر له كرسيين ثلاثه ونكسر بقى كل الاستادات بتاعت الدوله ونهد بقى كل اللي الدوله بتعمله. الدوله تبني من هنا وجماهير نادي الزمالك تكسر من هنا، ويلا جماهير الاهلي تكسر ويلا جماهير الزمالك الاسماعيلي تكسر. ما فيش عقوبات هتحصل طالما هو حصل نتيجه حماس تشجيعي. محدش هيكلمني. يبقى خلاص انتوا اديتونا الشماعه اللي احنا على اساسها هنعلق البدله، بدله طبعا الخراب، بدله الظلم اللي انتوا معتادين عليها. مش عارف بصراحه لحد امتى هنشوف المهزله دي، لحد امتى هنشوف دعم من نادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك والرئيس نادي الزمالك رغم كل المساوئ اللي بتحصل منهم. تيجي انت مع جماهير زي النادي الاهلي علشان خاطر مجلس ادارتها محترم، علشان خاطر مجلس ادارتها
بينفذ القرارات توقف الجماهير، ولكن تيجي عند نادي الزمالك تطلع لهم مبررات عشان يكسروا مدرجات الاستادات، ولكن ما بنشوفش اي خطوة تجاه اي حد خاص بنادي الزمالك الفترة الاخيرة دي، اللي بيثبت واللي بيتأكد ان النادي الاهلي هو نادي الدولة، زي ما بيثبت وبيتأكد ان نادي الزمالك اكثر شعبية من النادي الاهلي. اخواتي وحبايبي، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم النهاردة. فضلا وليس امرا، لو الحلقه وصلت لك يا ريت ما تنساش تعمل لايك دعما لحبيبك اخوك محمد محسن، ولو انت مش مشترك في القناه ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، واستنوني في حلقه جديده من استوديو مو مادة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باس للمعلول، كرة لعلي 86 دقيقة. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن.